هنعمل مع بعض احلى مكرونة تنفع للصيف والحر الشديد اللي احنا فيه. هنعمل مكرونة بالصوص الابيض مع الجمبري والخضار. بجد طعم الاكلة حلوة جدا جدا، لو جربتيها مرة هتلاقيكي على طول عاوز تعمليها. سريعة قوي وفي نفس الوقت مش هتوقفنا ان شاء الله في حرارة ومطبخ كتير. اتمنى ان شاء الله فعلا تجربوها. والجمبري من الحاجات اللي بتبقى سويها سريع وفي نفس الوقت تدي طعم حلو قوي قوي للاكل وللكريمة كمان. فان شاء الله تجربوا الوصفة ويا رب تعجبكم. ونسمي بسم الله. هنسلق الاول المكرونة، هنغلي المية ونحط فيها شوية ملح وننزل بالمكرونة على طول ونقلب المكرونة وهننقلها على عين تانية لغاية لما تتسلق. وهنبدأ ان احنا نظبط الخلطة بتاعة الجمبري. هنحط هنا شوية زيت في الطاسة وهننزل عليه ببصلاية مبشورة. وطبعا النار بتاعتنا ما تبقاش عالية عشان الاكل ما يتحرقش، تكون النار هادية. وهنبدأ ان احنا نقلب البصل لغاية لما البصلاية تتشوح وتدبل معانا. وبعد كده هنزل بالجمبري على طول. ده كيلو من الجمبري متقشر، حتى كان في الفريزر لسه فيه جزء مجمد. هنبدأ ان احنا نقلب الجمبري ونشوحه كويس. عندي هنا توم، هنا كان بالظبط 7 فصوص من التوم، كان حجمه وسط، فرمتهم وهاخد نصه للجمبري والنص التاني هنعينه للكريمة. وهننزل بالبهارات. هنحط نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والبابريكا و7 بهارات كمان. هنحط برضو نص معلقة. وكمان هنحط نص معلقة من البصل باودر والثوم باودر. وهنحط كمان نص معلقة من الجنزبيل. ونقلب الجمبري كويس جدا مع الثوم والبهارات عشان يتشربها كويس. زي ما انتم شايفين الجمبري حجمه صغير. وبعد كده بعد ما نقلبه كويس ويتشوح معانا كويس جدا هنبدأ ننزل بالخضار. هحط هنا فلفلاية حمراء متقطعة قطع صغيرة. وهنزل عليه كمان بجزرتين وسط مبشورين، ولو الجزر عندكم كبير حطوا جزراية واحدة. ونبدأ نقلب الخضار مع الجمبري. طبعا هنسيبه يستوي كويس جدا. وهنا هنحط بس نص اسفة معلقة صغيرة من الملح. طبعا في الاخر خالص هنظبط ملح الاكل كله. والاصول ان احنا هنغطي الجمبري لغاية لما ينزل الصوص بتاعه زي ما انتم شايفينه، وكده خلاص استوى. وهنركنه على جنب ونعمل الكريمة بتاعتنا. هعمل هنا الكريمة. هحط معلقة سمنة وشوية زيت، طبعا ممكن تستخدموا زيت بس او سمنة بس، الشيء اللي انتوا حابينه. ومن الحاجات اللي فعلا بتدي للكريمة هنا او الصوص الابيض هنا طعم فعلا جميل جدا هو الثوم. هننزل بباقي الثوم اللي عندنا والنار تبقى هادية. طبعا يفضل النار ما تعلاش خالص. واول ما الثوم يبدأ يتشوح، يعني اوعوا تسيبوه يتحرق لانه هيغير طعم الاكل خالص، هننزل على طول بالدقيق. انا استخدمت 3 معالق من الدقيق. لكل معلقة دقيق هحط لها نص لتر من الحليب، يعني بالظبط كوبايتين حليب لكل معلقة دقيق. فهنا 3 معالق دقيق استخدمت لهم لتر ونص من الحليب. ونفضل نقلب في الدقيق شوية لما نتأكد ان هو استوى. وهننزل على طول بالحليب. ونبدأ نقلب فيه. طبعا هنا انا استخدمت مرقة، ممكن تستغنوا عنها، بس من الحاجات اللي هتدي طعم حلو قوي قوي للكريمة برضو هي كمان. مش بتحبوا تستخدموها شيلوها، ان شاء الله مش هتفرق خالص. ونبدأ نحط بس رشة فلفل اسمر صغيرة وشوية ملح. ونقلب الكريمة كويس لغاية لما يبدأ قوامها يتقل معانا شوية. احنا مش عايزينه تقيل قوي ولا خفيف.
ومن الحاجات اللي بتدي طعم حلو جدا جدا للصوص الكريمة هنا هنحط شوية زعتر ناشف. بصراحة حتى للبشاميل كمان استخدموه، فعلا بيدي طعم حلو قوي. وعلى النار نفضل نقلب لغاية لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وكده كانت خلاص تمام معانا. وهنيجي نجيب الجمبري وهننزل عليه على طول بالكريمة، وهنغلي الجمبري مع الكريمة شوية لغاية لما كله يشرب من بعضه وكله ياخد طعم واحد. وهنا في المرحلة دي طبعا نظبط الملح بتاعنا، لو محتاج شوية ضيفه طبعا، بس يعني نصيحة ما تكتروش الملح لانها مع الغليان شوية بتبقى حادقة، فيعني حط الملح على خفيف ما يبقاش حادق. ومن الحاجات فعلا اللي كمان فعلا بتغير جدا في الكريمة ان احنا قبل بس ما نصفي عليها او قبل ما تغلي حبتين، مش من اول ما نسويها، هنضيف لها شوية بقدونس، من الحاجات اللي بتدي فعلا طعم رهيب ليها. وكمان الشكل كمان بتفرق كتير بصراحة في شكل الأكلة. نقلب كله سوا ويدوبك تغلي غلوتين وهنطفي النار عليها. ونصيحة يا جماعة، لما تيجوا تعملوا الأكلة دي المكرونة تتقدم ساعة الأكل على طول نضيف عليها الكريمة. ما تركنوش المكرونة في الكريمة لأن المكرونة هتشرب السوائل كلها وهتبقى ناشفة، فبتبقى جميلة جدا وقت التقديم. ممكن نعمل الصوص نفسه مع الجمبري ونركنه لغاية ساعة الأكل، نسلق المكرونة ونقلب كله في بعضه وتتاكل على طول بألف هنا وشفا. وإن شاء الله إن شاء الله تعجبكم. أتمنى إن شاء الله اشتراككم معايا في القناة وتفعيل الجرس للكل. ودمتم جميعا في أمان الله. مع السلامة.